السلام عليكم في عدد جديد من أخبار رجاء العالمي، ونفتتح الحلقة بأول خبر. معسكر مغلق للرجاء في مراكش. سيتوجه فريق الرجاء الرياضي اليوم إلى مدينة مراكش للدخول في معسكر إعدادي استعدادا للمواجهة التي ستجمعه بفريق الإسماعيلي المصري يوم الاثنين المقبل في إطار دور نصف نهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وسيمتد تجمع النسر الخضر بمدينة مراكش لمدة 4 أيام في انتظار الحسم في الملعب الذي سيستقبل فيه الرجاء الرياضي الإسماعيلي المصري بعد الفضيحة اللي عرفها ملعب دونور خلال المباراة اللي جمعت نسر الخضر وتونغيت السنغالي. وقرر فريق الرجاء الرياضي تغيير مدينة الدار البيضاء بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها مدينة البيضاء بجراء التساقطات المطرية الغزيرة. غياب 8 لاعبين عن معسكر الرجاء بمراكش. ومن مصادر موثوقة تم تأكيد غياب 8 لاعبين عن معسكر الرجاء بمدينة مراكش، وهذه الأسماء غائبة لعدة أسباب، وتضم اللائحة الغائبين عن معسكر الرجاء كل من فابريس نغا ومحمد دويك بداعي الإصابة، وبين مالانغو وزكريا الهبطي لإصابتهما بفيروس كورونا، وأنا جبرون الذي تم استبعاده من طرف المدرب جمال السلامي، وعمران فايدي ومحمد سوبول وزكريا الدريوش بسبب استفادتهم من عطلة إلى غاية 22 من الشهر الحالي. وللإشارة ففريق الرجاء الرياضي رحل إلى مدينة مراكش لإقامة معسكر مغلق للفريق الأخضر استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. إدارة الإسماعيلي تقدم احتجاجا للاتحاد العربي. كشفت مصادر داخل إدارة النادي الإسماعيلي أنها سوف تعتمد على لائحة الاتحاد العربي لكرة القدم التي تنص على ضرورة إبلاغ الطرف الثاني في المباراة قبل 10 أيام من موعد إجراء المباراة، وهو ما لم يقم به نادي الرجاء الرياضي من أجل إخبارنا عن تفاصيل تغيير الملعب. ونحن جهزنا كل شيء من أجل السفر للإقامة بمدينة الدار البيضاء. كما أكد نفس المصدر أننا سنحتاج على نقل مباراتنا ضد الرجاء خارج مدينة البيضاء. وللإشارة ففريق الرجاء الرياضي راسل الاتحاد العربي من أجل نقل مباراته ضد الإسماعيلي المصري إلى مدينة مراكش. الرجاء يراسل الكاف لإعادة مباراة تونغيت السنغالي. قرر نادي الرجاء الرياضي توجيه خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم يطلب من خلاله إعادة مباراة نسر الخضر وتونغيت السنغالي، وذلك بسبب الظروف التي عاشتها المباراة والأمطار الغزيرة التي حولت ملعب مركب محمد الخامس إلى حوض سباحة. وتشبت الحكم الجزائري باستمرار المباراة رغم تقديم إدارة النادي طلب بتوقيف المباراة وحرمان الرجاء من ضربة جزاء واضحة. وأكد الناطق الرسمي للرجاء سعيد وهبي أن الفريق الأخضر سيسلك كل الطرق من أجل حماية النادي وثقتنا كبيرة في الكاف. إصابة لاعبين من الإسماعيلي المصري بفيروس كورونا. عرف فريق الإسماعيلي المصري خوف وتوتر بين اللاعبين بعد إصابة لاعبين في صفوف الفريق المصري بفيروس كورونا، وخصوصا أن اللاعبين قد اختلط بالفريق. ويتعلق الأمر بكل من لاعب مدحت فقوسة وعمرو الوحش بعد أن أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التي قام بها الفريق المصري بإصابة لاعبين بفيروس كورونا. وللإشارة ففريق الإسماعيلي المصري يعيش ضغوطات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب إصابة مجموعة من لاعبيه في المباريات الأخيرة للفريق المصري، وأبرزهم باهر المحمدي وعبد الرحيم مجدي وأحمد أيمن. وبذلك سيكون الفريق المصري محروما من خدمة مجموعة من لاعبيه في انتظار المسحة الطبية الثانية للفريق المصري وهي الأخيرة عما ستسفره قبل سفره لمدينة الدار البيضاء لمواجهة الرجاء الرياضي. الرجاء يدخل الميركاتو الشتوي مبكرا. أكدت مصادر داخل إدارة نادي الرجاء أن الفريق الأخضر اتصل بآدم النفاتي ودخل معه في مفاوضات جادة من أجل تعزيز صفوف الفريق الأخضر باللاعب آدم النفاتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في 20 من هذا الشهر. كما أكد نفس المصدر أن المفاوضات دخلت في مراحل متقدمة ولم يتبقى منها إلا جزيئات قليلة من أجل جلب اللاعب رسميا للفريق الأخضر. وللإشارة فإدارة نادي الرجاء الرياضي تسارع الزمن من أجل تسوية جميع النزاعات الداخلية من أجل السماح للفريق الأخضر بالانتقالات الشتوية بعدما كشفت وسائل إعلامية أن الجامعة منعت الرجاء من الميركاتو الشتوي. مدرب الحراس الإسماعيلي المصري يتحدث عن مباراة الرجاء.
أكد سعفان صغير مدرب حراس المرمى الإسماعيلي أهمية وصعوبة مواجهة الرجاء الرياضي في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الاثنين المقبل. وقال سعفان صغير في تصريح إذاعي أن مباراة الرجاء تعتبر عنق زجاجة للفريق المصري، بحيث نحلم بحسم بطاقة التأهل ونحتاج بشدة للحصول على دفعة معنوية قوية من أجل طي صفحة الأزمات وتراجع النتائج، وذلك يستحق إقصاء الرجاء والتأهل على حسابه لمواجهة اتحاد جدة السعودي في المباراة النهائية. وتابع نفس المتحدث: رغم تراجع النتائج بالفترة الأخيرة، ولكن هناك روح وإصرار لدى اللاعبين داخل الفريق، ونعاني من بعض الإصابات، وهذا لن يمنعنا من لعب كرة حديثة، ولما لا الفوز على فريق بحجم الرجاء الرياضي. وتابع الصغير أن أبو طالب العيساوي سوف يستمر في منصبه المدير الفني بشرط أن تساعده النتائج، ونأمل ذلك في الفترة المقبلة. حكمان عراقيان يغادران إلى المغرب لإدارة قمة الرجاء والإسماعيلي. يغادر مساء اليوم الخميس الحكمان الدوليان مهند قاسم وواثق مدلل إلى المغرب لقيادة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء الرياضي والإسماعيلي المصري. وقال الحكم الدولي مهند قاسم في تصريحات صحفية: سأغادر برفقة زميلي واثق مدلل مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساء من مطار بغداد إلى المغرب، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المقررة يوم الاثنين المقبل. أنا في أتم الجاهزية لإدارة المباراة، ومشاركتنا في مباريات الدوري المحلي منحتنا الجاهزية البدنية، ونأمل أن نكون سفيرا للملاعب العراقية وإثبات ذلك والنجاح في إدارة المباراة بشكل جيد. وللإشارة فإن مباراة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال تأجلت أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا. انتهى عدد اليوم من اخبار الرجاء العالمي، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتركوا لنا التعليقات ديالكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه. وشكرا لعشاق النسور الخضر.